والله اقسم لك بالله ما ده اللي هيحصل، وان حصل مش هتكمل الشهر، وهتحس البنت نفسها هتتاكد من جواها اللي انت خوال ما تصلحش تكون ككلب حتى بتاعها. تمام، واوريك دليل على ده، هوريك حاجه تضايقك شويه. الشوز بتاعي مش متوسخ، الشوز بتاعي انضف منك ومن اهلك، لسانك انت هو اللي بيوسخه اصلا. بسألك بعد كده واقول لك الشوز متوسخ تقول لي لا ده نضيف. انا هديك دلوقتي بقى الاكزامبل التاني على المشوهه، مش هيضيف لك كتير انا عارف، بس في حاجات كده هيكون من فاينل تاتشز بس عشان افهمك يعني ايه فطره. انت عارف انا بشتغل ايه اصلا؟ انا عارف عنه كل حاجه، عامل الترا اسنان، انا جيت الو علي. خلاص يا طالما انت عارف بقى، انا شغلي كله طول الليل ما بروحش بالليل. وانا واثق فيكي، وبعدين اللي بيغلب بالليل ما يغلب برضه بالنهار. طيب انت طبعا شفت الفطره السليمه، ده كلام يوازي الفطره ولا ينافيها تماما؟ اللي يغلب بالليل يغلب بالنهار، وانا واثق فيك، اعمل اللي انت عايزاه قبل اللي انت عايزاه، وانا بقرون قاعد في البيت. فاللي هو انت طبعا عرفت يعني ايه ما تقبلش بحاجه زي كده. طب بمناسبة بقى انك راجل حمش، انا كل زمايلي رجاله، اخواتك وظهرك وسندك في غيابي. مدجن بامتياز. عارف ان انا بفكر اشرب سجاير؟ طب ما تعلميني ونعفر مع بعض. انا معاكي في اي حاجه، شوف انت نفسك تعملي ايه يا ملكه وانا خدامك. دي العقليه اللي عايزين نزرعوها في دماغك. ده مسلسل تمام، والله ما اعرف اسمه ايه، بس اقسم لك يعني كان في برضه حته تانية ولا راجل بيشنب كده ومراته بيزعق له وقاعده تقول له ولا ومش عارف ايه، ساعد في مره بس قال لها يا بت انت هتتجنن مش فدي السرديه السويه، ودي العقليه، ودي التدجين اللي على اصوله. لما انا بابايا كان بيقول لي انا صغير ما تتفرجش على افلام عربي ولا انجليزي ولا اي حاجه فيها علاقه بالسينما، عشان الحاجات دي بتكون منافيه للواقع وبيعملوا حاجات ما بتحصلش في الحقيقه، وللاسف الاتنين بيختلطوا على بعض، فانت ممكن تتربى غلط. كنت بتضايق منه بسمع ناشونال جيوغرافيك غصب عني يعني. بس بجد اكتر حاجه استفدت من ده في حياتي ان انا سمعت ناشونال جيوغرافيك. يا اخي تحقيقات الكوارث الجويه والمسجون في الغربه ده احلى 200,000 مره من الخرا اللي انا كنا بنسمعه واحنا صغيرين. المسلسلات كلها بلا استثناء تقريبا بنسبه 99% كلها بنفس الصنف ده، كلها هي خاف من مراتي، يا هي الملكه وانا اللي تحت رجليها، كلها بنفس القصه دي. هات لي كده واحد من 1000 بيعمل عكس اللي انا بقوله ده. طب انا هقول لك عن ناهيه بقى. ايه هتبرشمي؟ لا يا لذيذ، بس انا ست بيت فاشله، ما بعرفش اعمل اي حاجه ولا حتى كوبايه شاي. وانا شيف شاطر جدا وهعمل لك كل اللي نفسك فيه، مش هخليك تخش المطبخ وتعملي اي حاجه. مش عارفه اقول لك ايه. طيب هو دلوقتي المسلسل فهمك ان هو ادم مشي معاها وقال لها انا مالي خدامك وتحت رجليك، هيتبسط خلاص وخلاص هيعيشوا حياه رومانسيه سوا وكل الكلام الجميل ده. والله اقسم لك بالله ما ده اللي هيحصل، وان حصل مش هتكمل الشهر، وهتحس البنت نفسها هتتاكد من جواها اللي انت خوال ما تصلحش تكون ككلب حتى بتاعها. تمام، واوريك دليل على ده، هوريك حاجه تضايقك شويه. الشوز بتاعي مش متوسخ، الشوز بتاعي انضف منك ومن اهلك، لسانك انت هو اللي بيوسخه اصلا. بسألك بعد كده واقول لك الشوز متوسخ تقول لي لا ده نضيف. بص يا صاحبي، لو انت مش حابب ده يكون وضعك، انت ممكن ما توصلش لمرحله زي كده، بس صدقني اي حاجه بتعملها عكس اللي انت تمشي على فطرتك، ولا انا فهمتك دلوقتي يعني فطرتك، هتوصلك لشكل من الاشكال دي. حلاوه الموضوع اللي انت لو شفت نفس الفيديو ده على الفيس هتلاقي البنات اللي على الفيس الله قد ايه ده جميل، قد ايه انت انسان كويس نفسي اكون معاك. اليوتيوب بقى عشان كده انا على اليوتيوب بس. مثال هذا الكلام الاول هو اسباب الطلاق، بقول لك ده سبب الطلاق، السينما المصريه اخطر من هوليوود، وده حقيقه، ده سوى سقوط من الفطره والاخلاق تحت مسمى الحب. انا بجد على اليوتيوب عشان في ناس ممكن يجي منها امل، ممكن تفهم حاجه، اما انا مش يعني صعب جدا تلاقيني على اي منصه تانية غير لسبب ان انا اجذب الشخص اللي هو بيبقى مش عارف اي حاجه عن الحياه واديله خربشه كده من بعيد ان هو ايه، لا خش اتفرج مثلا على اليوتيوب، واديله ان هو المع عينيه شويه، المع عينيه ولو اتفرج عليها بجد ممكن يتبسط. ولا كومنت واحد تقريبا بيمدح في الكليبات دي. تمام،
انا مبسوط قوي من الناس اللي على اليوتيوب. انا لو نفس الفيديو ده شفته على الفيس، البنات بقى والله يا ريت من ده وامتى اشوف زيه. ده العالم اللي انت عايش فيه، في ناس حلوه هتلاقيهم في مكان وناس وحشه هتلاقيهم في مكان تاني. تمام. فالنصيحه مني تمسح كل السوشيال ميديا وما تخليش غير اليوتيوب يعني عشان تتفرج عليا من عليه. طيب انا دلوقتي عايز اقول لك ازاي تبني كودك الاخلاقي، ازاي بجد تكون عندك مرجع وتختار منه بجد ردة فعلك على حسب الموقف اللي قدامك. بجد معلش متزعلش مني، لازم تكون مع حد كفء 24 ساعة، لازم تكون عندك رول موديل او قدوة عامة اللي انت تاخد منها كل تصرفاتها وحرفيا تنسخ الطباع اللي هو بيعملها. مع كامل احترامي ليك، انت باباك ما عملش كده معاك، وايه الدليل اللي انت دلوقتي بتتفرج عليا؟ وانا مش احسن منك، انا بابايا برضو ما عملش معايا كده، مش عشان هو ما كانش كفء، ابويا كان كفء وكل حاجة، بس للأسف زيه زي كل او اغلب المصريين لقمة العيش لا هي الكل. فما كانش في وقت ان هو تفهم يعني ايه رجل، ما كانش في وقت. فالحد الكفء ده مش حل واقعي، فاحسن بديل ان انت تغسل دماغك بالمحتوى ده. وانا مش عندي اي مشكلة ان انا اقول لك الناس اللي ممكن تتفرج عليها ويفيدوك، وهقول لك الوحش منه، اللي هقول لك الوحش اللي فيهم والحلو برضو، عشان بجد ما يكونش عندك اي مشكله من اي نوع. انت ممكن تتفرج على فادي بكري بدأ ينزل فيديوهات بس ممكن تتفادى الشتيمه. انا هقول لك كل الوحش والحلو اللي في الناس، حتى الوحش والحلو اللي فيا انا جيك شويه، انا بخش في تفاصيل المعلومات وبحاول ابسط المعلومه على قد ما اقدر. فعشان كده ممكن تلاقيني ايه، بتكلم زيادة عن اللزوم شويه، بس بجد انا بحاول ايه اتقي ربنا في كل كلمه بقولها وبوصل المعلومه على اخرها. انا في حد كان اسمه بن جوان باين، ده قناته فشيخه، كل حاجه فيها حلوه، وبيتكلم عن حاجات كتير من اللي انا بتكلم عليها. وتقريبا يا شباب احنا كلنا بنقول كلام واحد، احنا بس بنوصل المعلومه. يعني انت ممكن تحب تسمعها مني، وممكن تحب تسمعها منه، ممكن تحب تسمعها من الشخص الثالث اللي هوريهولك، ودول بس الثلاثه اللي بثق فيهم عرب. تمام. بس بنك ممكن تلاقيه ضرب في حته شويه ان هو عادي تصاحب، عادي تعمل كذا، عادي كذا، ودي الحته اللي ما بحبهاش فيه صراحه. تمام. ان هو ايه، واخد يعني باخدني على قد عقلي كمشاهد، وان انا في صفك زياده عن اللزوم، فاللي هو عادي نعمل ذنوب كبيره زي اننا نكلم بنات ونزني. فدي حاجه انا ما بحبهاش فيه صراحه. يعني هو الصراحه برضو ما بيغوصش جامد في الموضوع ده، بيحاول يتفاداه على قد ما يقدر. بس انا وانت عارفين ان دي الحاجه اللي بتجذب الناس، وانا ممكن انا شخصيا ممكن اتكلم عليها في المستقبل. فانا انت سمعتني بتكلم عن حاجه زي كده، خد منها الحلو وارمي الوحش. انا بتكلمك لو كلمتك في حاجه عن زي كده هيكون دايما الهدف بتاعي ان انت ازاي تتعامل مع الانثى اللي في حياتك، وان شاء الله تكون بالحلال. تمام. فكل حاجه في فيديوهاته كلها حلوه الا النقطه دي بس. تمام. وبرضه ما بتكلمش في الدين قوي غير اخر فيديو انا سمعته، انا مبسوط ان انا بسمع له، ومش عندي مشكله في ان انا اقول لك ان انا بسمع حد. انا بحب اتفرج على السوق، واحب اشوف الناس شغاله ازاي، واحب اشوف لو انا ناقصني حاجه اتعلم منهم. عادي جدا، كلنا بنتعلم، مفيش اي حاجه احسن من كده، ومفيش حد احسن من حد، هو بيتعلم وانا بتعلم. واللي يقول لك ما بيتعلمش يعرف ان هو على طول متخلف. تمام. وسامح بركات الفيديوهات بتاعته كلها، يعني انا تقريبا ممكن اعمل الفيديوهات الجايه بتاعتي ان انا الخص فيديوهاته او احكيها بمنظور اخر، منظوري انا. بس بجد فيديوهات سامح بركات كلها مفيده بلا استثناء. وفي حاجات بس ان هو بيميل للريد بيل شويه، ان كل الناس وحشه، ودي لو تعمقت فيها زياده عن اللزوم هتكره حياتك. يعني انت لو حبيت الريد بيل زياده عن اللزوم هتكره النسوان كلها، وهتبقى شاذ، او هتبقى شايفهم كلهم حاجه واحده، وكلهم عايزين يؤذوك، وكلهم عايزين يستغلوك، ومش هتخش في علاقه حلوه، مش هتخش في علاقه كويسه تستفاد منها كراجل. يعني في حاجات كتير بيقولها حلوه، بس خد بالك من حته ان هو ريد بيل بزياده، ان هو كل حاجه وحشه والعالم كله ضدي. هي دي حقيقه بس بنسبه لحد نسبه، وبعد كده ممكن تديها بقى بلو بيل. يعني انا ما بحبش حوار الحبايات ده، بس انا بديك الحبايات بنفسجيه، فاهم؟ ميكس بين ده وبين ده، بحيث ان انت في ناس ممكن تحتاج منك اللي بلو بيل في حاجات كتير. يعني ملخص الكلام اللي بقوله لك ده كله، المحترم عامله باحترام وبادبك وباخلاقك، وقليل الادب اديله اوسخ وش عندك. تمام. ملخص كل اللي انا قلته دلوقتي ده.
عايزك تتفرج كويس على القنواتين دول بس العرب اللي بثق فيهم. مفيش حد تاني، الباقي كله بتاع محتوى. يعني انا ممكن احكي لك قنوات دلوقتي، مش عايز والله اقل من حد، بس انا ممكن احكي لك قنوات دلوقتي كل هدفهم ان هم يعملوا محتوى ويجيبوا مشاهدات وفيوز، فكلهم حكاوي. انا ما بحبش الحكاوي، ومحدش من الناس اللي انا اديتها لك دلوقتي دي الاثنين بالظبط اللي انا اديتهم لك بيحبوا حكاوي. ف دول الناس بتاعت شغل، ودول ناس مش فارق لهم اصلا ولا حتى فريق ان هو نعمل فيوز ونعمل كذا. احنا هدفنا فعلا الرساله والمعلومه. وانا تقريبا اول حد اقول لك القصص دي، انا اول حد اقول لك اتفرج على حد تاني غيري. اصل انا بص، ده مش مصدر الرزق الوحيد، وانا اصلا ما باخدش ولا جنيه من الموضوع ده. انا بصرف عليه اكتر ما هيديني، حتى لو حد اداني فلوس كتير مش هيكفي اللي انا حطيته فيه. جد هدفي ان انا اعمل ناس شبهي، اعمل ناس ادخلهم الكوميونتي بتاعي، بحيث ان انا كلنا نكون في نفس المستوى، بحيث ان انا كلنا اكون عندي حد اعتمد عليه في اي مكان في الدنيا. يكون الناس دي فعلا بتحبني وانا هكون بحبهم عشان هم هيكونوا صحابي، يكون عندي معارف قويه جدا، ودي الرجاله اللي انا عايزها في حياتي. وعشان كده برضو ما بحطش ايديت كتير في فيديوهاتي، ما بخليش الفيديو اللي هو هلو كرتون وبتاع واقعد اخبط وساوند افكت وطخ طخ بوم. الشخص اللي انا محتاجه يكون صديقي، الشخص اللي انا محتاجه افيده ويفيدني، مش هيكون العقليه اللي هو انا مش قادر استحمل 3 ثواني على بعض من غير ما تورينا انيميشن او ساوند افكتس او قصص من دي. تمام. في بناء كودك الاخلاقي محدش هيكلمك عن المعلومه دي حرفيا. بص في الشكل اللي بيكلمك والناس اللي بتتابعه، ده هيديك علامات كتير مفيده. وهديك مثال على ده دلوقتي. فيديوهات سامح بركات مثلا، عايزك تتفرج على اشكال الافاتارز، صور الناس اللي بتتابعه. يا مش حاطط صوره، يا حاطط صوره ليها معنى ان هو مثلا صحراء وعرب وحاجه زي كده مثلا. واحد حاطط صورته من غير صوره، حاطط يعني استغفر الله. ناس عندهم قيم، عضلات، رسمه، قيمه، كتاب، يعني الكتابه نفسها قيمه. تمام. اتفرج بقى على فيديوز، يعني انا كنت بتفرج عليهم فتره، بحب اسمع المناظرات بتاعت الدين عشان افهم القصه ماشيه ازاي. فيديوهات الملاحده، مش فاكر كان اسمه ايه. اتفرج على فيديو واحد، والله العظيم ده موضوع سهل قوي وبسيط جدا بس ما حدش بيتكلم فيه. اتفرج على صور الناس اللي بتتابعه. بنت حياه بقى البؤس وبتاع مش عارف ايه. اتفرج ماشي، اتفرج بويز ماشي، دي حاجه عاديه صراحه ما فيهاش حاجه. من غير معنى. انا بقى فيلسوف، انا انمي، فاهم؟ تخيل انا عايز بس كرتون. ركز معايا كرتون مفيش معنى للصور. ناس اغبياء، ناس فعلا الاي كيو بتاعها طالع في الافاتارات طافح من الكومنتات. فده فيديوز الملاحده، ناس مش عندها عقل ولا منطق. اغلب الناس عند المحتوى الهادف، المحتوى اللي انت فعلا ممكن تستفاد منه وتطلع منه بمعلومه تفيدك، اغلب الناس دي يا معلم الكومنتات بتاعتهم هتلاقي افاتارات كويسه. انت ممكن بس تخش على الناس اللي بتتابعها يعني، ولو شخص مثلا هتلاقيه حالق مولد، حالق بتاع، عامل كيرلي، عامل كذا، لا هو شكله هو كويس، مش ما شاء الله دقنه وبتاعه، راجل طبيعي، راجل يحسه كده ان هو ايه، يشيل مسؤوليه، شكله يدي مسؤوليه. اما واد عامل كيرلي وبيتكلم في الدين وبيتريق على الشخص اللي بيعمل محتوى هادف، يعني انت عندك كلك عقل دلوقتي. مع الوقت بقى هتفهم ويكون عندك العين التالتة، وبعد ما تشكك في كل حاجة زي ما قلت لك وزي ما وصيتك، هتفهم الناس اللي عاجبينك وهتفهم ميولهم وهتفهم يعني ايه تنقي الحلو والوحش. تمام. انت ممكن ما تكونش فاهم انا بقول لك ايه دلوقتي، بس بجد مع الوقت هتفهم ان انا اختار الحاجة الحلوة من الشخص اللي عاجبني واسيب منه الباقي. تمام. ازاي بقى تحافظ على كودك الاخلاقي ده؟ اوعى تقع ضحيه لتكتيكات العار. دي ممكن تكون شيت تيست او حاجات اللي هي تشككك في رجولتك، زي الفيديو اللي انا وريته لك بتاع فادي، قاعد تقول انا هضربك وهعمل كذا، هو عادي جدا ولا مهتم والقصه مش في دماغه. هو عارف قيمته وعارف هو فين. فلما تكون عارف قيمتك وعارف انت واقف فين، بجد صعب ان حد يهزك. عشان ترسخ الموضوع ده في روحك وفي خيالك وتكون بتعمله بلا وعي منك، تعمله اللي هو تلقائي كفطرتك الطبيعيه كراجل. لو فطرتك اتشوهت يعني، لازم زي ما قلت لك تحاوط نفسك وتغسل دماغك بالعقليات الصح، زي سامح بركات وزي اسمه ايه بينك. كل الناس دي هتفيدك بجد.
انا مش عندي مشكله ان انا اقول لك ان انت ممكن تستفاد من حد غيري، عادي يا جدعان. انا مش بتاع قد كده عشان اخاف على ايه؟ انا هخاف على ايه بجد؟ اصل انت هتسمع ده، هتسمع في ده، تسمع في ده، هتطلع انت الانسان الكويس، هتفيدنا احنا الثلاثه، فاهم؟ انا مش عايز منك حاجه بجد. يعني انت لو اكتر حاجه ممكن تعملها اللي انت تديني 200 جنيه تشترك في الكوميونتي بتاعي عشان تشوف ناس شبهك، انت اللي بتستفاد في الاخر. هو وين مش اكتر. 200 جنيه دي عشان تصفي الناس اللي مش فاهمه حاجه وهم كده كده بهايم. انت بس اللي تذكره دخول الجيم اللي اشتراكه 1200 جنيه في الشهر مش زي الجيم ابو 300. الاجهزه انضف، الناس انضف، كل حاجه انضف، تمام؟ فنفس العقليه بالظبط. انا لازم اخلي الحاجه بفلوس عشان افصل عنك البهايم والبشر الادنى. اوعى تعمل اي حاجه لحد بدون مقابل، ولد او بنت، علاقه مش علاقه، ما تعملش اي حاجه بدون مقابل، او اللي انت شايلها له جميله عشان تاخدها بعدين. ومفيش حاجه هتبقى ببلاش الا انت لو ما قلتش لا. شكك في كل حاجه حواليك، ودي وصيتي الاخيره. وخد بالك من المشايخ. المشايخ يا صاحبي، يعني مثلا واحد كسامح بركات شايف ان كل عدو، هو هيقول لك ان المشايخ دول شيوخ الضلال وعايزين يؤذوك وعايزين يضللوك عشان هم بيحبوا النسوان، او يقول لك حاجه زي كده، تمام؟ وانا بقول لك غير كده. انا بقول لك ان المشايخ دي فعلا نفسها تصلح في المجتمع، ونفسها الناس تكون حلوه مع بعض، بس للاسف منفصلين على الواقع. الناس دي حلوه قوي لدرجه ان هم مش شايفين الوحش اللي في الدنيا، مش شايفين الدنيا على وسختها الحقيقيه، تمام؟ فهتلاقيه بيقول لك لا انا مع قانون الخلع، ان هو الناس ممكن ده بيضمن حق الست وده بيضمن حق الست ان هو تاخد حقها من الراجل اللي ظلمها. بس بجد قانون الخلع في الاخير الستات الوحشه اكتر بكتير من الرجاله الوحشه. في رجاله وحشه، في رجاله بنت وسخ، بس الستات الوحشه اكتر بكتير من الرجاله الوحشه. والستات دايما هتلاقيها هي اللي بتعاوز خراب ايديها بايديها. مش صعب جدا تلاقي راجل تعب وشيء ان هو يتجوز واحده ويبني بيت ويجيب شقه ويجيب ويصرف وبتاع، وفي الاخر يجي يطلق بسهوله دي. لا، الست تكون مطلعه ميتين ابوه، تمام؟ فالمشايخ بتكون حلوين قوي لدرجه ان هم مش شايفين الوحش اللي في الدنيا ده. تلاقي حد زي سامع بركات يقول لك لا هم شيوخ ضلال وعايزين يضلوك. لا، هم بجد مش عايزين يضلوك، هم ضلوك فعلا من غير ما ياخدوا بالهم، عشان هم مش عارفين الخرا اللي في الدنيا، او عارفينه بس فاكرين ان هو يعني مثلا لو حد كلمك، لو جيت كلمت شيخ في حوار البورن، هو مش فاهم القصه عشان هو ما عاشهاش، وهنيئا له، الف مبروك ان هو ما عاشهاش. بس انت لازم تكلم حد صايع وسخ زيك، عدى في البورن، عدى من القصه دي، عشان يفهمك ويفهم تفكيرك ويفهم دماغك. انا دلوقتي لو جيت اكلمك في البورن، انا عارف يعني ان انت تقعد 3 ايام ومن غير ما قادر تمسك نفسك اللي انت ما تعملهاش. انا عارف المعنى ده، وعارف الشعور ده، وعارف قد ايه صعب، وعارف قد ايه لذه اللي انت تقعد اسبوع من غير ما تعملها، اللذه الاكبر منها اللي انت تقعد شهر من غير ما تعملها، واللي انت تقعد كتير قوي من غير ما تعملها، وتحس فعلا بقيمتك تاني بترجع لك واحده واحده. المشايخ مش فاهمين الموضوع ده. المشايخ بالنسبه لهم اللي انت مش مستعين بالله وانت بعيد عن ربنا، او اغلبهم، او اللي فاهم الموضوع ده ممكن يشرحه لك بصيغه انت ما تكونش مستقبلها، ما تكونش انت فاهمها، عشان هو بيتكلم بلغه غير لغتك. انا بكلمك لغتك، تمام؟ فشاكك في كل حاجه حواليك، وخد بالك من المشايخ، خد منهم الحلو، وافهم الكلام اللي انا قلته لك دلوقتي ده، واسمع فيديوهات الناس التانية عشان بجد تفهم انا بكلمك في ايه. انت بجد ممكن تكون اغلب الكلام اللي بكلمك فيه دلوقتي ده انت مش فاهمه، بس مع الوقت انت هتشكر ربنا وهتحمد ربنا قوي على كل معلومه انت مستفادها دلوقتي، تمام؟ ارجع دايما لقودك الاخلاقي في اي موقف، اوعى تتسرع في اي رد فعل طول ما انت مبتدئ. ما تتسرعش في اي رد فعل خالص، بالراحه، واحده واحده، فكر مره واثنين وثلاثه، وشكك في كل حاجه حواليك. ده ازاي تنجو من تشويه فطرتك كراجل وما تبقاش راجل منبطح. في رجاله سنبات ممكن يأذوك، ممكن يقول لك لا الكلام ده غلط، بص على شكله، بص هو لابس ايه. والله لو اوريك فيديو قبل ما تمشي، الفجر بس هيأذن، معلش لو الفجر أذن عليا، بس ايه، اتفرج معايا على ده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش قادر استنى الاذان والله، عشان انا ورايا حاجات كتير. خلينا بس نتكلم بسرعه. طيب، لابس هودي عليه بيض مقلي ولحم مقدد وحاجات غريبه كده، وجاي يقول لك شباب الجيم. فانا من غير ما اتكلم كتير، انا متاكد انه جاي يتريق عليا. استحملني الحبه اللي في الاخر دول، عشان بس ايه، انا الاذان جنبي وانا عايز انزل اصلي واعمل كذا حاجه كده، ايه، وانام على طول يعني، عشان ورايا شغل وجيم بكره. الجيم منقسمين ل3 انواع، منهم الشباب اللي كانوا، من غير ما يتكلم كتير، انت عارف ان دي شخصيه عمرها ما شافت بور، عمرها ما شافت دمبل، ما تعرفش يعني ايه هارد ووركينج مان، تمام؟ تخان شويه، ولسبب ما عشان يزودوا من قيمتهم عند نفسهم، عشان ممكن يكونوا مثلا كانوا بيتنمروا عليهم زمان، قرروا ان هم يتجهوا في سكه الجيم ويتحدوا قوي هم والجيم يبقوا حاجه واحده،
ويصبح جسمهم جيم كامل، ودول تلاقيهم غباء مطلق، فكرة نسوية مطلقة. ودي حقيقة. لما انت تتولد كراجل انت قيمتك بتكون صفر، انت بتكونش ليك قيمتك بتبنيها، على عكس البنت بتتولد بقيمتها وهي مسؤولة انها تحافظ عليها. تمام. مدجن بامتياز. انا ما اعرفش ده مين ومش مهتم ومش فارق معايا، بس اللي انا مهتم ان هو عايز يأذيك بكلامه سواء كان واعي بيه او لا. دايما عندهم اوبسيشن بالجيم والاكل، واعتقد ده مرض نفسي. تاني مش نوع مرض نفسي يا روح امك، دي حاجة أنا بعملها عشان بتعلي من قيمتي قدام نفسي، عشان أنا لما بيكون شكلي حلو أنا فعلا بكون أقوى عقليا وجسديا وبعرف أعمل اللي أنا عايزه. وفعلا حاجة زي فيديو فادي، أنا في فيديو فادي ده خده المرجع ليك، ممكن كل ما تزهق كده تتفرج عليه والله بجد. بنت قالت له هضربك، قال لها أنت ما تقدريش، بكل بساطة وبكل تناكة ما تقدريش تعملي كده عشان أنا جسمي ما يسمحلكيش ان انت تعملي كده. انا واحد 190 وعامل كده، مش شرط يكون طولك فشيخ، بس بجد انت تستحق كده عشان انت وصلت للمرحله دي. انت لا شايف البايب بتاعته كانت باظه من البدله بتاعته ازاي، ما شاء الله. ف ما تخضعش الكلام. واحد مدجن، واحد لابس تيشيرت بيض وبسطرمه، فاهم ازاي؟ بيكون الشباب اللي بيحبوا البنات الكيرفي، بيبقوا هم من زمان ليهم في الستات المدملكه، والدملكه دي كانت بتخليه ان هو شكله سفيف قوي عليها، فراح الجيم عشان ما يتخنش. طب ما دي حقيقه، انت شكلك هيبقى عرس لو انت ماشي معاك واحده كيرفي وانت عيل فسفوسه، فاهم ازاي؟ شكلك هيبقى مهزأ. سيب النعجه يا خروف دي هتتقلك وانت هتحس بدونيه نفسك قدامها قدام الناس كلها، عشان يبقى معاها فيبقى هو وهي. تالت نوع والاخير بالنسبه لي هو الناس اللي هم نيردز، صف الاول في المدرسه. بتلاقي شباب الجيم دول عندهم معلومات زياده قوي عن الموضوع، اوبسيشن قوي بالموضوع، تلاقيهم بيلعبوا جيمز، بتلاقيهم بيتفرجوا على انمي، تلاقيهم كده عندهم حته كده جيك شويه، بس في نفس الوقت الجيم محسسهم ان هم جامدين. يا عم ما انت مش روش. عامه انا ما كنتش مهتم، هو تقريبا عايز يفضلني، فانا مبطون اصلا خلقه مش ناقصه. فايه انت فهمت، هتشوف شخصيات وسخه زي دي كتير، خد بالك من القصه دي، وبجد تكير من نفسك وافهم الدنيا ماشيه ازاي حواليك، وتفرج على فيديوهات على قد ما تقدر، شوف الناس، اغسل دماغك بالعقليه الذكوريه، اغسل دماغك من توكسيك ماسكولينيتي اللي بيقولوا عليها، وبجد عمرك ما هتندم من الموضوع ده، وهتشكر نفسك وهتشكر ربنا. انا عايزك تشكر ربنا على قد ما تقدر اللي انت اتيحت لك الفرصه اللي انت تتفرج على فيديو زي اللي انت شايفه دلوقتي ده. وانا هنزل اصلي الفجر. انا السخيلي مبسوط قوي اللي انت عرفت الكلام ده النهارده. اتمنى من كل قلبي اللي انت تتفرج على الديسكورد بتاعنا، تخش الديسكورد واعرفك انا شخصيا. انا اول ما يوصل لعدد معين انا هقفله خالص، وكل الناس اللي فيه هتبقى فيتيريانز او اعضاء مدفوعين لمده سنه. تمام. وهدي لك كل الفعاليات اللي جوه اللي انا عاملها للاعضاء اللي مش مجانيين ببلاش، عشان انتوا الناس الاقليه الاوائل، ودي الناس اللي فعلا مؤمنه بيا. اللي عملتها مع 60 واحد قبلكم وال60 الجايين، او على ربنا ييسر بقى، اشوف انا طاقه استيعاب الناس اللي هتيجي ببلاش قد ايه. والله بجد عناية ليكم ادام انتوا فعلا عايزين تطوروا من نفسكم، عايزين تعملوا حاجه تكونوا فخورين بيها من نفسكم، وفخورين بيها تورثوها لعيالكم، وتبنوا بيت واسره صحيحه. انا السخيل ودي قناتي، اشوفك على خير.